بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض غرزة مكونة من سطر واحد. الغرزة دي ممكن تصلح لعمل شال كروشيه. ممكن بتعمليها بأي نوع من أنواع الخيوط الموجود عندك. ممكن بتعمليها بخيوط سمكها السمك المتوسط. ممكن بتعمليها بخيوط صوف زي ما أنا عاملة وانتوا حضراتكم شايفين كده اهو. يعني أي نوع من أنواع الخيوط الموجودة عندك ممكن تعمليها بيه. لو بخيط متوسط السمك هيبقى مثلا يعني يناسب الخريف. برضو لو خيط فيه لمعة فيه كريستال يتناسب الغرزة، برضو غرزة شيك تتناسب مع سهرة زي ما شفنا كده في الصور اللي عرضناها في بداية الفيديو. لو بخيوط صوف برضو تمشي، مفيش أي مشكلة. أنا هنا عاملة ده شال مستطيل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. اشتغلت سلاسل البداية بطول الشال اللي أنا أو بعرض الشال اللي أنا عايزاه. أنا هنا استخدمت نوع من خيوط المهير زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ودخلت معاها عندي الخيط ده زي خيط البوكليت كده، بس فتلته رفيعة، فدمجت الاتنين مع بعض زي ما احنا شايفين اهو، وطلع بالشكل ده. بالنسبة للغرزة زي ما قلت لكم هي الغرزة مكونة من سطر واحد زي ما احنا شايفين كده اهو. يمكن بس الخيط غامق شوية مش واضحة قوي، بس هي غرزة فعلا غرزة جميلة زي ما احنا شايفين، وسهلة في الشغل وبتدي معاكي يعني انتاج. انا حاولت ان انا اخلي الخلفية فاتحة شوية عشان خاطر يبان شكل الغرزة. هنا انا دي حاجة كده يعني عاملاها زي حلية. دمجت الفتلة المهير مع، يعني خدت الفتلة المهير كده لوحدها مع فتلة من خيوط الكريستال. الحقيقة هو مش موجود قدامي دلوقتي، بس انا هحاول اخليكم ابين لكم اهو. ده خيط الكريستال اهو زي ما احنا شايفين، فدمجت الفتلة دي مع الفتلة المهير. قلت ايه استفيد يعني بالخيوط اللي عندي، وفي نفس الوقت هتبقى حلية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قلت اعملها على اطراف الشال مثلا سطرين من الناحية دي وسطرين ان شاء الله لما ينتهي الشال. ده بالنسبة للمشروع اللي انا بدأته وشغالة فيه. هنبدأ مع بعض نعمل عينة مصغرة من الغرزة دي. أنا هنا بدأت ده خيط برضو يعني من الخيوط متوسطة السمك. هنا عاطيني اقتراح ان انا اشتغل بإبرة 3.5 الغرزة، ففعلا اشتغلت بيها، ودي عينة مصغرة من الغرزة. هنحاول مع بعض نبدأ ونشوف الغرزة دي عدد البداية بتاعتها، يعني سلاسل البداية، ونشوف طريقة شغلها ازاي. انا هنا هبدأ بالنوع ده، فتلة متوسطة السمك زي ما احنا شايفين كده اهو. يعني اي نوع من انواع الخيوط موجود عندك، ما تقفيش على حاجة محددة، استغلي الخيوط اللي عندك بأي طريقة، وحاولي نفذي منها مشاريع انت عايزاها او تتناسب مع الخيط. بداية احنا قلنا الغرزة دي مكونة من سطر واحد، وهي بتتكون من عدد سلاسل 6 زائد 4، بمعنى ان انا بشتغل 6 6 6، وفي نهاية عرض الشال اللي انا بوصل له بزود 4. دي ملحوظة. الملحوظة التانية، خليكي دايما في بداية أي مشروع يخص الكروشيه ابدأي السلاسل بتاعت بداية المشروع بتاعتك بإبرة تكون أكبر نص نمرة، والغرزة نفسها اعمليها بالإبرة اللي انت شايفاها مناسبة للخيط بس تبقى أقل. فأنا هنا هبدأ بالخيط ده. أنا هنا واخدة إبرة مقاس 4، والغرزة نفسها هشتغلها بإبرة مقاس 3.5. يمكن هنا الأرقام مش باينة عشان خاطر يعني الحفر بتاع الرقم مش واضح قوي. فأنا هنا هبدأ بغرزة إبرة مقاس 4.
هنبدأ عقدة البداية بأي طريقة برضو انت عارفاها، متقفيش على حاجة معينة. وهبدأ اشتغل زي ما قلنا. ادي 1 2 3 4 5 6. هرجع تاني اكرر 1 2 3 4 5 6. هرجع تاني اكرر 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده بعد ما زودت عملت ال6، انا دي عاملاها كعينة، انما انتي بتزودي العدد المطلوب بعرض الشال بتاعك، لان ده انا عاملاه شال مستطيل. هبدأ اعمل 1 2 3 4. يبقى ده اساس الغرزة بتاعتي، مكونة من مضاعفات الرقم 6، وبزود في النهاية 4. بعد ما خلصت ال4 هاجي ارتفع 1 2 3. وهنا بقى هغير الإبرة، وهبدأ اخد الإبرة الأساسية اللي هعمل بيها الغرزة. هعمل ايه؟ زودت 3، هرتفع هاخد لفة على الإبرة ولفة تانية، وهعد. ادي 1 من بداية الحلقة اللي على الإبرة، هعد 1 2 3. وفي الغرزة الرابعة هدخل فيها واعمل عمود بلفتين. لا انا عملت اسفة، انا هنا ارتفعت عملت 4 وبعد كده ارتفعت 3. هاخد لفة والتانية، هسيب ال3 اللي انا ارتفعتهم، وهبدأ اعد 1 2 3. وفي الرابعة هدخل فيها. يبقى انا اصبح عندي من بداية الحلقة اللي على الابرة كده 3 وسبت 3 يبقوا 6. هدخل في الغرزة من تحت وهعمل عمود بلفتين، بمعنى ان انا باخد لفة وبطلع ب2، لفة وبطلع ب2، لفة وهطلع ب2. كده عملت عمود بلفتين. بعد كده هرتفع 1 سلسلة، هاخد لفة و2 وارجع انزل تحت في نفس المكان، هاخد لفة واطلع واعمل عمود بلفتين، لفة وبطلع ب2، لفة وبطلع ب2. هعمل سلسلة، اخد لفة والتانية، ارجع تاني في نفس المكان اللي انا داخله فيه، وهعمل عمود بلفتين، لفة وهطلع ب2، لفة واطلع ب2، لفة وهطلع ب2، وارتفع 1 سلسلة. بعد كده لفة والتانية، وهرجع تاني اكرر وادخل في نفس المكان، وهعمل عمود بلفتين، وهرتفع 1 سلسلة. يبقى انا كده بداية الشغل اهو زي ما احنا شايفين. عملت مجموعة من 4 أعمدة، كل عمود بلفتين، وبين كل عمود والتاني غرزة سلسلة. في الآخر هنا أنا ارتفعت سلسلة، هاخد لفة على الإبرة وهنزل تحت، هفوت غرزة والتانية، وهدخل في التالتة وهعمل غرزة نص عمود. نص عمود أنا معايا 3 لفات على الإبرة، باخد لفة على الخيط وبطلع بالتلاتة مرة واحدة، وهرتفع غرزة سلسلة. هرجع تاني اكرر واخد لفة والتانية، هاجي هفوت 1 و2 من تحت، وهدخل في الغرزة التالتة وهعمل عمود بلفتين. برجع تاني بكرر نفس المجموعة واعمل غرزة سلسلة ولفة والتانية، وادخل في نفس المكان وهعمل عمود بلفتين. تمام كده، وارتفع 1 سلسلة. انا كده عملت 2 عمود، هاخد لفة والتانية وهرجع تاني اكرر في نفس المكان، وهرتفع بعمود بلفتين، لفة وبطلع ب2، لفة وبطلع ب2. هرتفع 1 سلسلة، هرجع تاني اكرر اخد لفة والتانية على الابرة، وفي نفس المكان هدخل وهعمل عمود بلفتين. ادي لفة التانية وبطلع بالاتنين الاخرى. انا كده عملت دي تاني مجموعة، وده هيبقى منظر الغرزة بتاعتي بعد ما كونت اول مجموعة وتاني مجموعة. هرتفع غرزة سلسلة، هاخد لفة على الابرة وهفوت من تحت غرزة والتانية. تمام كده، ادي 1 2، وهدخل في التالتة وهعمل نص عمود، وهرتفع سلسلة، هاخد لفة والتانية
وهاجي هنا افوت واحدة 2، وفي الغرزة التالتة هدخل وهعمل المجموعة بتاعتي المكونة من 4 أعمدة بلفتين، وبين كل عمود والتاني غرزة سلسلة في نفس المكان. تمام كده. بدخل وبطلع بعمود بلفتين وارتفع سلسلة، اخد لفة والتانية، وفي نفس المكان بدخل، وده العمود رقم 3. 1 2 وادي 2، هرتفع غرزة سلسلة واخد لفة واخد التانية، وهدخل في نفس المكان واسحب الخيط بتاعي وهعمل عمود بلفتين، باخد لفة وبطلع ب2، وباخد لفة تانية من الخيط وبطلع ب2، وباخد لفة وبطلع ب2، وبرتفع غرزة سلسلة. اعد كده انا المجموعة بتاعتي اهي 4 أعمدة. ده هيبقى الشكل بتاع الغرزة بتاعتي. هاخد لفة وهنزل من تحت 1 2، وهدخل في التالتة وهعمل غرزة نص عمود. تمام كده. هرتفع سلسلة، هاخد لفة والتانية، ادي 1 2، وهدخل في التالتة. انا كده وصلت نهاية السطر. خدوا بالكم بقى من النقطة دي. بعمل ادي اول عمود بلفتين، وهرتفع سلسلة، اخد لفة والتانية على الابرة، وفي نفس المكان بدخل وبعمل عمود بلفتين، وبكده انا نهيت السطر. يبقى انا هنهي السطر بتاعي بعدد 2 غرزة عمود بلفتين بينهم سلسلة واحدة. هعمل ايه بعد كده؟ هلف الشغل بتاعي كده وهرتفع 1 2، وهاخد لفة على الابرة، وهاجي في نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه بالعمود بسلسلتين، هدخل فيها واسحب الخيط بتاعي واعمل غرزة نص عمود، هاخد سلسلة. يبقى انا كده هبدأ السطر التاني. هرجع تاني اكرر، اخد لفة والتانية. انا في عندي تحت غرزة النص عمود، هعمل ايه؟ هاجي هدخل فيها في غرزة النص عمود بتاعتي، وهطلع واعمل عمود بلفتين 1 2، وهرتفع سلسلة، اخد لفة و2، وفي نفس المكان هدخل وهعمل غرزة عمود بلفتين وهرتفع سلسلة. ارجع تاني اكرر لفة والتانية، وهاخد لفة واطلع ب2، لفة واطلع ب2، لفة واطلع ب2، هاخد ارتفع سلسلة 1 2 لفة، وفي نفس المكان هدخل وهعمل عمود بلفتين. وكده ده يعتبر رابع عمود في السطر في المجموعة الأولى. هعمل ايه؟ اخد سلسلة واخد لفة. انا عندي المجموعة من السطر الأول 4 أعمدة، باجي بدخل في الفراغ بعد تاني عمود، اسحب خيطي واطلع اعمل نص عمود واخد سلسلة. يبقى السطر التاني غرزة النص عمود من السطر اللي قبله بعمل فيها مجموعة، ال4 أعمدة من السطر اللي قبله بدخل في النص وبعمل نص عمود. هتلاحظوا أنا الغرزة عندي أو المجموعات جاية بالتبادل بالطريقة دي. بعد ما ارتفعت سلسلة هاخد لفة والتانية، هاجي في النص عمود هنا وهدخل فيها اهو، وهعمل غرزة عمود بلفتين عشان أبدأ المجموعة بتاعتي أخلصها. خدت لفتين وهرجع في نفس المكان بعمل عمود بلفتين، ارتفع سلسلة لفة والتانية، وفي نفس المكان بدخل وبعمل عمود بلفتين، ارتفع سلسلة وارجع ادخل في نفس المكان. والشغل بتاعي هيمشي بهذه الطريقة. بعد ما خلصت ال4 أعمدة هرتفع سلسلة واخد لفة وادخل في نص المجموعة التانية واعمل غرزة نص عمود، وهرتفع سلسلة وهرجع تاني هكرر هنا في النص عمود اعمل مجموعة من 4 أعمدة بلفتين، وهنا في النص نص عمود اخلصهم ونرجع نشوف هنعمل في اخر السطر ايه. ورجعنا تاني مع بعض. انا كده وصلت لاخر
نص عمود وعملت السلسلة. ادي اخر السطر معايا اهو. انا هنا كنت فوتت 3 وارتفعت 3، فهاجي هفوت واحدة من هنا، ادي اخر عمود اهو من المجموعة اللي تحت، هفوت غرزة السلسلة اللي جنبها وهرجع في الغرزة اللي قبلها على طول، او يعتبر هفوت 1 2 3، وفي الرابعة هدخل وهعمل ادي لفة والتانية، هدخل وهعمل نص عمود. تمام كده اهو، عديت 1 2 3، وفي الرابعة هدخل واعمل نص عمود وهرتفع غرزة سلسلة واخد لفة والتانية، وفي نفس المكان هدخل وهعمل غرزة عمود بلفتين، عمود بلفتين. يبقى انا هنا السطر بدأته بنص عمود ونهيته ب2 عمود بلفة، وهمشي بالنظام ده ارتفع بالشغل بتاعي لغاية ما اوصل لطول الشال اللي انا عايزاه. وزي ما احنا شايفين ادي الغرز المجاميع بتيجي بالتبادل، ماشي، بس بشتغل في النص عمود مجموعة، وفي والمجموعة التانية نص عمود، السطر اللي وراه بعكس، وهكذا ارتفع بقى زي ما انا حابة طول الشال عندي. انا كده هعتبر نفسي خلصت الشال. انا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان انا بعمل عينة، فهعتبر نفسي وصلت للطول او ارتفاع الشال اللي انا عايزاه. فطبعا انا مش هسيبه بالطريقه دي، باجي الخطوه الاخيره ان انا لازم اعمل حواف للشال بتديله شكل جمالي وشكل زخرفي. فانا هعمل ايه؟ هجيب هنا الخيط بتاعي وهاجي هعمل عقده البدايه بالشكل ده، وهاخد لفه وامسكها كده بصبعي كويس، وهاجي في زاويه من زوايا الشال بتاعتي هدخل فيها كده، وهاجي اسحب الخيط بتاعي واطلع ب3 لفات كده على الابره، وهاخد لفه واطلع ب2 ولفه وهطلع ب2. انا كده عملت عمود بلفه. فيكي تعملي ارتفاع 3 سلاسل، وفيكي تاخدي لفه على الابره وتطلعي بعمود بلفه بالطريقه اللي انا عملتها دي. بعد كده هرتفع 1 2 3، وهاجي انا هنا عندي في الحلقة دي وفي الحلقة دي بدخل فيهم كده بالطريقة دي، وبعمل اسحب الخيط بتاعي وبعمل غرزة منزلقة. انا بالشكل ده عملت غرزة بيكو. هاجي ارتفع سلسلة واخد لفة على الابرة، وهدخل في نفس المكان واسحب الخيط بتاعي وهعمل عمود بلفة، وبعد كده برتفع 1 2 3، وهاجي هعمل غرزة بيكو. بدخل في الضلعين دول زي ما احنا شايفين كده اهو، وبسحب الخيط بتاعي وبطلع واعمل غرزة منزلقة. دي غرزة البيكو. برتفع سلسلة، ارجع تاني اكرر، اعمل عمود بلفة، وهرتفع 1 2 3، وهدخل في الضلعين دول واسحب خيطي واعمل غرزة منزلقة وارتفع سلسلة. انا كده عملت 1 2 3 عمود بلفة و3 غرزة بيكو. المفروض ان انا بعمل في الزاوية دي 7 اعمدة بلفة. هعمل العمود الرابع وارتفع 1 2 3، وبدخل في الزاويتين او في الضلعين دول وبعمل منزلقة وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان بعمل تاني عمود بلفة وارتفع 3، وادخل اعمل غرزة بيكو، بسحب الخيط، ارتفع سلسلة واعمل عمود بلفة ادي كده، وارتفع 1 2 3، وادخل في الضلعين دول عاملين زي ال8 بس بزاوية، واسحب خيطي واعمل غرزة بيكو. انا كده ارتفعت 1 2 3 4 5 6. هعمل العمود السابع، برتفع سلسلة واعمل العمود باللفة، وهرتفع 1 2 3، واخر غرزة بيكو في المجموعة دي
هعملها. بعد ما عملتها باجي في الفراغ، انا هنا دي شكل المجموعة بتاعتي اهو بالشكل ده. باجي انا هنا عندي نص عمود في فراغ قبله وفراغ بعد منه، هاجي الفراغ اللي قبله، انا هنا بقى مش هرتفع غرزة سلسلة، هاجي الفراغ اللي قبل النص عمود هدخل فيه وهعمل غرزة حشو، وهاجي على طول هاخد لفة على الإبرة. أنا عندي النص عمود، هدخل وهسحب وأعمل عمود بلفة، وأعمل 1 2 3 سلسلة كده على الطاير، وبدخل كده أهو وبسحب الخيط وبعمل غرزة منزلقة، وأدي كده هعمل غرزة بيكو. يبقى أنا في الزاوية بعمل 7، باجي في النص عمود بعمل 5، هرجع في نفس المكان بعد ما ارتفعت السلسلة، اخد لفة واعمل عمود بلفة، 1 2 3. وبالطريقة دي انا عملت في الزاوية 7 عمود بلفة، ومعاها يبقى 7 غرز بيكو. ودخلت هنا في الفراغ ده عملت غرزة حشو، وجيت في النص عمود عملت 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. بعد ما خلصت اخر عمود بلفة وعملت غرزة البيكو، مش هرتفع بقى سلسلة، هتنقل للمجموعة بتاعة الأعمدة اللي هي كل عمود بلفتين. أنا عندي 4، هدخل في الفراغ في المنتصف وهعمل غرزة حشو، وهرجع اخد لفة على الإبرة، وآجي في غرزة النص عمود اللي بين المجموعة والتانية بالشكل ده، هدخل فيها وهعمل عمود بلفة، وهرتفع 1 2 3، وهاجي هعمل غرزة بيكو، وده كده أول عمود، وارتفع سلسلة. بعد كده هرجع اخد لفة، وفي نفس النص عمود في نفس المكان هدخل واعمل عمود بلفة، وارتفع 1 2 3، وهعمل غرزة البيكو بالشكل ده، بطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة. كده انا عملت تاني عمود، هاخد لفة على الإبرة وفي نفس المكان بعمل عمود بلفة، 1 2 3، وهعمل غرزة بيكو واطلع بمنزلقة وارتفع سلسلة. ده كده التالت. هرجع تاني باخد لفة وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود بلفة وارتفع 3 سلسلة، واعمل غرزة البيكو بتاعتي بالشكل ده، وارتفع سلسلة. اخر عمود معايا اهو رقم 5، وهرتفع 1 2 3، وهدخل واعمل غرزة منزلقة واعمل غرزة بيكو. انا كده خلصت 5 عمود بلفة. بعد ما خلصتهم مش برتفع بقى سلسلة، باجي بتنقل للمجموعة اللي وراها 4 أعمدة في المنتصف كده، بدخل وبعمل غرزة حشو واخد لفة، وهرجع اكرر تاني في نص العمود، وهدخل وهكرر تاني نفس اللي انا عملته في المجموعة اللي فاتت. هعمل العمود بلفة وارتفع 1 2 3، وهدخل اعمل غرزة، اسحب خيطي واطلع بمنزلقة واعمل غرزة بيكو، وبعد البيكو برتفع غرزة سلسلة. يبقى النظام اللي همشي بيه في الحواف بتاعتي، ادي الزاوية اهي، انا هنا قفلتها بغرزة حشو، اما هاجي هنا هقفلها برضو بنفس الطريقة، وهاجي في كل غرزة نص عمود بعمل 5، في كل غرزة نص عمود هعمل 5. يبقى الشغل بتاعي هيبقى بالطريقة دي. هنكرر نفس اللي عملناه، الزاوية 7 عمود بلفة، والمجموعات او في نص العمود بعمل 5 عمود بلفة. اخلص الداير بتاع الشال بتاعي ونرجع تاني مع بعض نشوف الشكل النهائي للشال بتاعي هيكون شكله ايه. انا كده خلصت ال4 زوايا ووصلنا للنهاية. اخر غرزة بيكو عملتها
وهقفل السطر بتاعي. هاجي هنا عند اول غرزة سلسلة انا عملتها في اول عمود هنا، وهدخل فيها وهعمل اسحب الخيط بتاعي واعمل غرزة حشو بالطريقة دي، واسحب الخيط بتاعي واقصه، وبكده انا اكون خلصت الشال بتاعي. وزي ما قلت لكم ده عبارة عن نموذج مصغر منه، زي ما احنا شايفين اهو كده. دي الاربع زوايا بتاعته اهو، ادي زاويتين ودي زاويتين، الجنب ده زي ده وده زي ده. شكله ظريف مش بطال ها. والحواف بتاعته تطلع بتدي شكل جمالي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. أرجو إن عجبكم عمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله بتعملوا قناة جنة الكروشيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.